ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا. حدثينا ما لها الجدران خرسا، هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى. ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا. حدثينا ما لها الجدران خرسا، هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين من كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لاخر المحتوى. النهارده معانا شخصيه جديده، فيلا بينا نبدا. يلا بينا. ابو حمزه انس بن مالك الشهير بانس بن مالك، صحابي عاش ما بين 10 قبل الهجره ل 93 من بعد الهجره. من خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو احد المكثرين لروايه الحديث النبوي. اتولد ابو حمزه انس بن مالك في يثرب اللي هي المدينة المنورة، وده كان قبل الهجرة ب10 سنين، وده كان موافق 612 ميلاديا. هو بينتمي لبني النجار اللي كانوا أحد بطون قبيلة الخزرج. أم عبد المطلب هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن خداش بن عامر، عشان يلتقي نسب أنس بن مالك بالرسول صلى الله عليه وسلم، وده كان عن طريق عامر بن غنم بن عدي. اتقتل أبو أنس بن مالك الجاهلية عشان بعد كده تتزوج أمه، وهي برضه صحابيه، اتجوزت من ابي طلحه الانصاري. وانس هو اخو الصحابي الجليل براء بن مالك، عشان بمجرد ما يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينه المنوره، وتقوم ام انس بن مالك دفع انس عشان يروح يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ساعتها عنده 10 سنين. قالت له: يا رسول الله، هذا انيس ابني غلام لبيب كاتب، اتيتك به ليخدمك، ادعو الله له. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لي، وراح قايل له: اللهم اكثر ماله وولده واطل عمره واغفر ذنبه. خدم انس بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم مده مقدارها حوالي 10 سنين، بيعاملوا فيها الرسول معامله الولد، وكناه بابو حمزه، فكان بيخصه ببعض احاديثه، وساعات كان بيقول له: يا بني، ما عاتبوش على حاجه عملها وما ضربوش ابدا. فعلا ان انس بن مالك كان عنده 10 سنين او صغير في السن ان هو انعزل عن الحياه السياسيه، ده بالعكس، ده خرج يوم بدر بس ما قتلش، بس كان مصاحب وملازم له. كمان شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في 8 غزوات، منها خيبر والطائف وحنين، وشهد طبعا فتح مكه وصلح الحديبيه وعمرة القضاء وحجة الوداع وبيعة الشجرة. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفوا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقوم بالخلافة. طبعا زي ما كلنا عارفين إن في حصلت حروب الردة، فكان أنس بن مالك بيشارك في حروب الردة، وكان من الرماة الماهرين جدا جدا جدا، فكان من الناس اللي شهدت معركة اليمامة. بعد استقرار الأمور كان أبو بكر هيبعته عشان يتولى الأمور المالية في البحرين. استشار عمر بن الخطاب وقال له: ابعته فإنه لبيب كاتب، عشان يرجع أنس بن مالك من وظيفته عشان يلاقي الخليفة الأولاني اللي هو أبو بكر مات، وحل مكانه سيدنا عمر بن الخطاب. فبدأ بمبايعته ودفع ليه أموال الزكاة اللي كان بيجمعها من البحرين عشان ينطلق أنس عشان يشارك في فتوحات العراق وبلاد فارس. معركة القادسية وفتح تستر، وهو اللي دخل المدينة المنورة وراح لسيدنا عمر بن الخطاب وفي إيده حاكم تستر اللي هو الهرمزان، كان جايبه اسير. وبعد الفتوحات دي سكن انس بن مالك في البصره، وفضل فيها بيحدث الناس باللي يعرفه وبيعلمهم امور دينهم وغيره. عشان لما تولى عبد الله بن الزبير الخلافه بعد موت يزيد بن معاويه، كتب ابن الزبير لانس بن مالك عشان يصلي بالناس بالبصره، عشان يصلي بيهم 40 يوم. وتعرض انس بن مالك بعدها لمحنه كبيره جدا، عشان الحجاج ابن يوسف الثقفي يستعرضه قدام اهل البصره ويقول: يا خبيث جوال في الفتن، مره مع علي ومره مع ابن الزبير ومره مع ابن الاشعر. قال له: اما والذي نفسي بيدي لا استأصلنك كما تستأصل السمغ ولا اجردنك كما يجرد الضب. فقال انس: من يعني الامير؟ فراح قال له: اياك اعني، اصم الله سمعك. فقال انس بن مالك: انا لله وانا اليه راجعون. فامر به الحجاج فختم في يده وقيل في عنق، عشان كان عايز يذله بده عشان ينصرف انس بن مالك عشان يكتب لخليفه المسلمين وقتها عبد الملك بن مروان ويقول له: اني خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمده 9 سنوات، وقال له: والله لو النصارى ادركوا رجلا خدم نبيهم لاكرموه، وان الحجاج بيسلط عليا اهل البصره. فغضب عبد الملك بن مروان وارسل الحجاج عشان يعتذر لانس. فراح الحجاج لانس وقال له: يا ابا حمزه، قال له: انت زعلت؟ قال له: انا كنت بعمل معاك كده عشان اهل البصره يعرفوا مدى العقوبه بتاعتي هتبقى عامله ازاي، وان انا اقدر عليهم كلهم، عشان في اخر ايام انس بن مالك يصاب بالمرض، توفى في البصره
وده كان في خلافة الوليد بن عبد الملك، ولكن اختلفوا في سنة وفاته، في منهم اللي قال 90 92 93 94، لكن الأرجح واللي بيقولوه ان هو كان سنة 93. بس كده تكون نهاية حلقة النهارده، نشوفك بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.